السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الاجنحه المقرمشه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وطعمها بجد والله يعني وانا بعملها كانت الريحه جايبه لاخر الدنيا. لو جربتوها ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو طعمها عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات. يلا بينا. انا جبت الاجنحه، قطعت الجناح نصين، وبعد كده غسلتها كويس جدا وعملت لها محلول. المحلول ده كان عباره عن ايه؟ ميه ومعلقتين من الملح وثلاث معالق من السكر، وسبتها فيه لمده 3 4 ساعات. وبعد كده خلصت وسبتها 3 4 ساعات. دول بتلاقوا الميه كده اتحولت للون الوردي. بعد كده بتشطفوها وبتجهزوها وتسيبوها تتصفى لحد ما نعمل لها التتبيله. التتبيله عباره عن ايه؟ طماطميه صغيره وبصلايه صغيره وقرن فلفل صغير. وبعد كده هنحط التوابل: ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وبابريكا وشطه لو عايزاها سبايسي، ومعلقه من الزبادي ومعلقه من الخل. عملنا التتبيله كويس جدا في الكبه وسيبناها على جنب. نيجي بقى للاجنحه. الاجنحه هتجيبي الجناح كده هتقطعيه، يعني هتفتحيه زي ما انا بفتحه من كل حته. المهم وانتي بتفتحيه الفتحه اللي انتي بتعمليها توصل لحد العظم من تحت، تحسي ان انتي السكينه معاكي وصلت لحد العظم من تحت. نفتحه كله تفتيح مظبوط. انا عندي الاجنحه، فيه كانت اجنحه صغيره زي ما انتم شايفين، وفي كانت اجنحه كبيره زي ما انتوا شايفين كده. خلصت الكمية بتاعتي كلها، وبعد كده نزلت عليهم بالتتبيلة كلها. بعد كده قلبت التتبيلة كله مع بعضه، اتأكدت ان الأجنحة كلها اتشربت من التتبيلة بتاعتها. وبعد كده هغطي الأجنحة وهحطها في التلاجة ليوم كامل، يعني على قد ما تقدري خليها يوم كامل، 3 4 5 ساعات براحتك، بس انا عملتها من بالليل وبيتها للصبح. نحضر بقى الكفر بتاعها. معانا دقيق، والدقيق وغير الدقيق معانا بيضة، عليها 3 4 معالق من اللبن، عليها حبة ملح فلفل اسمر بسن من بهارات الفراخ. وده الفيجيتار اللي انا كنت عاملاه معاكم. كده كل المكونات بقت جاهزة معايا. بعد ما بقى طلعنا الأجنحة هناخد جناح وبعد كده هنحطه في الدقيق، هنغلفه كويس جدا بالدقيق. وبعد ما يتغلف معانا بالدقيق هنقوم نازلين عليه في البيض. ننزل كده في البيض برضو كله يتغلف جدا كويس جدا بالبيض. وبعد كده بقى الفيجيتار. والفيجيتار دي نقطة مهمة، ان انتي لازم تغطي كل حتة فيه في الفيجيتار وتتكي، يعني تضغطي عليه. بعد ما تخلصي واللي هو مثلا الجنب اللي فوق تقومي ضغطة عليه، تقومي قلبها على الناحية التانية وبرضو تغطيها بالفيجيتار وبرضو تتمي تضغطي. طبعا هنخلص الكمية بتاعتنا كلها على كده. حطيت في الدقيق ومن بعد الدقيق نزلت. وطبعا تنزلي اي زوايد من البيض، اي زوايد من البيض تنزليها علشان ما تخليش الفيجيتار معاكي مكتل، ما تكلكعش كده الفيجيتار معاكي. وتضغطي زي ما انت شايفة، تضغطي ضغطة كويس جدا بحيث ان انت تفرديها عشان تستوي كمان معاكي بسرعة. خلصنا الكمية بتاعتنا كلها واخدناها هنحطها في التلاجة لمدة نص ساعة عادي. نص ساعة، ساعة تكوني طبعا شطبتي طبختك وخلصتي المواعين بتاعتك. تعملي كده في روقان. لو مثلا هتعملي حاجة تانية جنبها تقومي برضو مولعة عليها النار لحد هي ما تتغلف كده في التلاجة لمدة نص ساعة ساعة. بعد كده انا جبت حلة صغيرة، يعني حلة ما تكونش كبيرة بحيث ان هي تاخد معايا كمية زيت صغيرين وفي نفس الوقت تبقى عالية، كمية الزيت تكون عالية بحيث ان انتي لو حطيتي الجناح الزيت يغطيه، المادة الدهنية بتاعته تغطيه بحيث ان هو يستوي براحته. حطيناها. وبعد ما حطينا انا حطيت 4 أجنحة، الحلة اخدت معايا 4 أجنحة. بعد ما اخدتهم قمت مغطية بقى وسايباهم 5 دقايق على كل جنب. 5 دقايق على كل جنب وتقومي فاتحة وبرده مقلبة تاني. طبعا اللون على حسب ما تحبي. انا بحب في الحاجة وانا بحمرها ان انا اغمقها سيكة. انتي لو حابة تطلعيها افتح من كده. وطبعا ده اهم حاجة، لازم النار تكون هادية جدا، يعني زي نار الرز كده، زي ما بتشربي الرز، بس اعلى سنة اعلى سنة بحيث ان الجناح يستوي معاكي وما ما تستعجليش عليه يعني. وان شاء الله هتاخدي اجنحة عسل باذن الله، والطعم بجد والله جميل جدا. هتقوليلي لا دي زي البانيه ونفس تتبيلة البانيه، هقولك لا، هقولك لا خالص، يعني ده طعم وده طعم تاني خالص. وكمان لما بتطلعيها في الاول، لما بتطلعيها من الزيت بتحسيها ان هي طرية شوية، لسه فيها سن الطراوة. بس اول ما بتسيبيها هي على مناديل المطبخ، او مثلا تطلعيها على مناديل مطبخ، لو ما عندكيش مناديل مطبخ تطلعيها على ورقة بيضة، ورقة كراسة بيضة. ما عندكيش يبقى رغيف عيش كده من بايت وتطلعي عليها.
هتلاقيها طرية شوية بس بعد كده هتلاقيها نشفت وقرمشت كمان معاكي وبقت جميلة. بصوا انا بفتح لكم واحدة عشان تتأكدوا ان هي مستوية، لان احنا لا سلقينها ولا عاملين فيها اي حاجة ولا حتى مشوحينها. انا سامعة دلوقتي اللي بتقولي طب انتي فتحت لنا الصغيرة ما تفتحي الكبيرة، فتحت لك الكبيرة يا ستي. برضو الكبيرة مستوية بس هي عشان سخنة ما كنتش عارفة امسكها. والوصفة بتاعتنا ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك وبألف هنا وشفا. يعني بصي حتى العظم مفيهوش حتى سنة الدم دي الحمد لله. جربيها وبإذن الله هتعجبك.